يا مساء الفل عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل الجبنه الكريمي، جبنه الكوبايات، بطريقه حلوه وموفره اقتصاديه جدا جدا. بجد طالعه حلوه قوي، طعمها وريحتها ولونها زي ما انتم شايفين كده. ومكونات بسيطه جدا وارخص بكتير بكتير من اللي انتوا بتشتروها من بره. يلا بينا نبدا. مكوناتها بسيطه ان شاء الله تتبسطوا بيها ومش مكلفه خالص خالص. دي المكونات اهي معايا: جبنة قريش وزبدة وحتة جبنة، أي نوع جبنة هنطعم بيه. هنا أنا حاطة حتة جبنة براميلي وفي كوباية حليب، بيكنج باودر، بتاع ده كربوناتو وملح ليمون. كربونات وملح ليمون. هنبتدي على طول وهقول لكم على المقادير. في الحلة حطيت حوالي كيلو إلا ربع من الجبنة القريش، ودي قطعة جبنة براميلي زي ما قلتلك، تقدري تستبدليها بأي نوع جبنة انت حباه، جبنة رومي، شيدر، فلامنك، أي نوع جبنة انت حابة طعمه. وقطعة زبدة يعني حوالي 70 جرام كده، حوالي 70 جرام، يعني ما يعادل مثلا نقدر نقول 3 معالق أو 4 معالق يعني، أو تقدري لو بالكوباية هتبقى أقل من نص الكوباية، أقل من نص الكوباية. خلاص، زادت شوية نقصت شوية قطعة الزبدة مش مشكلة خالص، مش هتأثر يعني، بس ما تخليهاش تزيد عن نص الكوباية. ملح الليمون والكربوناتو بيساعدوا على ان الجبنة تنعم معاكي بسرعة على النار، والنار بتكون شامعة، اقل من الشمعة كمان، يعني عايزة اقولك زي دمعة العين طول الوقت. مجرد احنا عايزين فيه حرارة يعني دافية او فترة توصل للجبنة لمدة مثلا 10 دقايق او يعني او ربع ساعة كده، وتقليب مستمر. هنفضل نقلب فيها كده على طول لحد ما توصل للمرحلة اللي انتوا هتشوفوها دي معايا. تقليب مستمر على طول، ما تشيليش ايدك منها. لو بمضرب، لو انت عاملاها في حلة ستانلس او ألمونيوم مش هيجرى اي حاجة. وامسكي المضرب وتفضلي تقلبي طول الوقت، هيبقى حاجة حلوة جدا. لو انت عليت النار هتلاقي الجبنة هتفصل منك، يعني لو درجة الحرارة عليت هتلاقي الجبنة فصلت منك ومش هتبقى حلوة خالص. دي كوباية الحليب انا حطيت فيها بقى ايه، حطيت فيها معلقة من الدقيق ومعلقة من النشا. لو انت مش عايزة تضيفي لا دقيق ولا نشا براحتك، هتنفع برضو، بس هي معلقة الدقيق والنشا بتديها يعني نعومة شوية، ومش هتضر يعني. معلقة واحدة دقيق ومعلقة واحدة نشا، معلقة كبيرة. خلاص، وبرضو التقليب مستمر لحد ما نخلص كوباية الحليب اللي احنا ايه حاطين فيها النشا والدقيق. هفضل اقلب كده، تقليب مستمر على طول. وبرضو حرارة البوتاجاز العين يدوب شمعة، واقل كمان. لو حسيت ان الحلة هتسخن منك وايدك مش مستحملها اطفي، وتفضلي برضو تقلبي لحد ما ايه تخلصي كوباية الحليب اللي في ايدك. خلاص، هناخدها بقى كده، وقفنا خلاص، وهناخدها على الكبة عشان لسه فيها تخريزة ومحتاجين ننعمها اكتر اهو زي ما انتوا شايفين كده. كل ده وهي يدوب فترة او دافية، يعني دفيان خفيف جدا جدا، كأنك حاجة محطوطة في الشمس مثلا. هنضربها بقى في الكبة لحد ما تنعم. اول ما تحس ان هي اندمجوا مع بعض والخليط بقى واحد ونعمت كأنها بشاميل كده مثلا، بتوقفي ضرب هنردها في الحلة بقى تاني اهو كده. خلاص، وبصوا تحسيها تقلت قبل ما ننزلها كمان في الحلة. خلاص، هننزلها بقى في الحلة كده. خلاص اهي نعمت معايا، هنرفعها بقى على النار، وتقليب برضو مستمر تاني على النار لحد بقى ايه ما تبتدي ايه تتقل معاكي وتحسيها بدأت تتخن كده، وتقليب مستمر. يعني اول ما تحس ان هي في الجناب بتاعتها كده ايه يعني هتشكشك زي ما بيقولوا او هتغلي، بتروحي طافية، وبكده خلاص تعتبر الجبنة معاكي استوت
وبنفضيها في أي علبة، برطمان، في كوبايات، زي ما انتوا حابين. خلاص كده اهي تمام كده، هنسيبها بقى تبرد وتدخليها التلاجة. انا سبتها على الترابيزة لحد ما بردت، وحبيت اصور واقطع منها جزء كده واوريها لكم. يعني كده انا كنت سايباها لسه على الترابيزة، وكانت يا دوب دافية دافية، مش بردت للآخر، بس يعني يا دوب بردت كده، ايه، حرارة المطبخ واكتر شوية، يعني دافية شوية. اهي بصوا، متماسكة وناعمة، بتتفرد معاكي على التوست، في الفينو، في اي حاجة، هتبقى جميلة جدا جدا. بصوا، عايزة اقول لكم ان الكيلو الا ربع من الجبنة، بعد الاضافات اللي ضفناها دي وعملناها، عملت لي حوالي كيلو من الجبنة الكوبايات او الجبنة الكريمي. حلوة جدا جدا. شايفين طعمها؟ كأنك بتاكلي قشطة كده، او زبدة او سمنة بلدي، طعمها وريحتها جميلة جدا جدا. بصوا، ولسه بقى لما تخش التلاجة جمدت اكتر.